أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك سيادة المحافظ. لو بدأت الحديث معك سيادة المحافظ عن الحديث عن أهم الجبهات التي تسعى ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع للسيطرة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم ونرحب بقناة يمن شباب، قناة الشباب الذين هم عماد المستقبل والذين سيحملون راية الأمن والاستقرار بيد ويحملون راية التنمية والازدهار باليد الأخرى. نتمنى لهم ذلك بإذن الله تعالى. بالنسبة الجبهات المفتوحة على مأرب أعتقد من عدة محاور، من مديرية مجزر بلاد الجدعان، ومن جهة حريب القراميش أيضا مديرية حريب القراميش، ومن جهة مديرية صرواح، وهناك أيضا تواجد في مديرية حريب بيحان للحوثيين من جهة محافظة شبوة. هذه هي الجهات التي يتواجد فيها الحوثي حاليا، والتي المعارك تدور في كثير منها بين الحوثيين وأعوانهم طرف، وأبناء المحافظة ومن معهم طرف الشرعية وطرف الشعب وطرف الدولة. ولكن كيف تقيم وضع هذه الجبهات؟ الوضع جيد الحقيقة، هناك صمود الحقيقة لدى أبناء هذه المحافظة نال إعجاب الجميع الحقيقة. بالمناسبة أقدم الشكر لهم ولمن يتعاون معهم، ولأفراد القوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة والأمن المرابطين بهذه المحافظة، فلهم دور أيضا لا ينكر مع إخوانهم أبناء المحافظة. فالجبهات رغم شراسة المعارك فيها ورغم التحدي الكبير والرهان الأكبر لدى الحوثيين في الدخول أو الولوج إلى هذه المحافظة، إلا أن الجبهات ولله الحمد في صمود يبعث على الارتياح وعلى الاعتزاز بتوفيق الله تعالى. هذا على مستوى الجبهات الداخلية في محافظة مأرب. نعم. الجبهات في المحافظات الأخرى، ما هي الانعكاسات التي يمكن أن تؤثر، أو هل هناك انعكاسات سلبية أو إيجابية ممكن أن تؤثر على المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، خصوصا من الجبهات التي تتقدم أو تتراجع في المحافظات الأخرى؟ نحن نتمنى أن تكون الجبهات في كل المحافظات جبهات متماسكة ومنسقة مع بعض، وأن تقف بمسؤولية، والمسألة ستكون سهلة إذا وقفت كل الجبهات، ما وقفت رجل واحد. فالحوثي سيعرف هناك يعني مدى قدراته وجهده، وهذا ما نأمل من بقية المحافظات التي لم تتحرك إلى الآن أن تتحرك. يعني القوى الشعبية المناهضة للحوثي أو المواجهة للحوثي أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع إخوانهم في المحافظات التي تحارب. ماذا عن تأثيرها على الجبهة الداخلية لمحافظة مأرب؟ لا شك أن الجبهات عموما تتأثر سلبا وإيجابا بعضها البعض، لا شك في هذا. إنما الحوثي يركز على مناطق معينة تركيز كبير، مركز على جبهة تعز وجبهة مأرب وجبهة عدن، مركز على هذه الثلاث الجبهات تركيز غير عادي. والحمد لله بقدر تركيزه هناك صمود أبناء عدن، صمود أسطوري. يعني لقد خرج من مدينة عدن من يلتهم الرصاص، وكذلك مدينة تعز، ولعلكم تشاهدون جميعا. أما مأرب فهي أمام العين تشاهدونها. نعم. ولله الحمد. جبهة مأرب تتميز عن الجبهات الأخرى بوجود أو ما يسمى بقايا دولة في محافظة مأرب. أتحدث عن الجانب العسكري. ما مدى التنسيق بين المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية في محافظة مأرب؟ الحمد لله. أنا أضعكم في الصورة أولا في هذا الاتجاه، أننا من وقت مبكر عملنا على نسج العلاقات الطيبة بين الجهات المعنية كالسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية، الوحدات العسكرية والأمنية أيضا، وكذلك القوى السياسية الفاعلة الموجودة في هذه المحافظة، إضافة إلى المجتمع اللي هم القبائل والعموم المواطنين في هذه المحافظة. فعملنا على نسج علاقات طيبة ومتميزة بين هذه الأطراف كلها، مما جعل الجبهة في صمود ولله الحمد، وجعلها متماسكة أكثر من غيرها. هذا الذي يميزها عن غيرها. نعم، كما ذكرت هناك لحمة بين أبناء المحافظة. نعم. ما هي العوامل التي تقف وراء هذه اللحمة التي جعلت من جبهة مأرب جبهة متينة وقوية؟ توجه أبناء المحافظة الشبه موحد في هذا الاتجاه،
الجهود المبذولة من الجهات المعنية. نعم. يجري الحديث من حين لآخر عن تشكيل جيش وطني بمنطقة العبر على الحدود السعودية اليمنية، ويقال أنه سيتحرك بعد حين لمساندة المقاومة الشعبية والوحدات العسكرية في محافظة مأرب. ما المعلومات المتوفرة لديكم؟ نحن نسمع عن هذا، وهناك قوة فعلا توجد في منطقة العبر، ورئيس الأركان يديرها مع قادة الوحدات والمناطق الموجودين بجواره، وهناك تنسيق أيضا بين الوحدات العسكرية، وهناك أيضا تعزيز للوحدات الموجودة التي لا تزال لها وجود، تعزز بأفراد وتعزز بتجهيزات لازمة، ووحدات أيضا تنشأ جديدة، لأن الوطن بحاجة إلى إنشاء قوات مسلحة وطنية تبنى على أسس وطنية وثوابت. يعني كفى ما وصلنا إليه، ولعل ما وصل إليه أبناء اليمن من تجارب في هذا الاتجاه يكفيهم لأن يبنوا جيش وطني يحمل مسؤولية وطنية، ويحمي البلد ويحمي شرعيته ويحمي الدستور ويحمي القوانين تقوم في ظله تنمية وازدهار في هذا البلد وأمن واستقرار. لكن هذا الخبر وهذا الحديث عن تشكيل جيش وطني بمنطقة العبر يثير عدة تساؤلات، منها هل مقاومة مأرب والجيش الموجود في مأرب يحتاج إلى تعزيزات عسكرية مثلا؟ ما هي الأشياء التي تنقص المقاومة الشعبية والجيش حتى يأتون بتعزيز؟ المقاومة في أي مكان تحتاج إلى تعزيز، أي مقاومة أيا كانت، كبرت أو صغرت، كانت قوية أو ضعيفة، هي بحاجة إلى تعزيز مستمر. هذا من حيث المبدأ. لكن البلد بحاجة إلى جيش وطني، البلد ككل. الجيش الذي يبنى الآن في العبر وما حواليها لا يبنى لتعزيز جبهات مأرب فقط، بل يبنى لتعزيز جبهات يعني لإعادة الدولة المخطوفة. هذا هو الهدف والعقيدة من هذا البناء الجيش، أن يعيد الدولة المخطوفة وأن يحمي وطن. شيخ سلطان، حدثنا عن أهم فوارق التسليح بين المقاومة الشعبية والجيش الموجود في محافظة مأرب الذي يدافع عن المحافظة، وعن الميليشيات وقوات المخلوع التي تحاول السيطرة على المحافظة. باختصار، المقاومة الشعبية لديها أسلحة بسيطة من أسلحة القبائل ومما يشترى من الأسواق، وبعض أسلحة بسيطة موجودة في بعض المعسكرات، يعني من بعض المعدات والآلات التي يعني تفتقر إلى قطع الغيار وإلى الذخيرة وإلى كل شيء. بينما الطرف الآخر لديه مخزون دولة. نعم. الجمهورية اليمنية. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على التقدم والانتصار بالنسبة للمقاومة؟ لا شك أن الدعم تأثير كبير، لكن الصمود والإرادة الصادقة بإذن الله تتحطم على صخرتها القوى المادية مهما بلغت. نعم. إذا ما حدثتنا عن خسائر الحوثيين في محافظة مأرب منذ أن بدأت الحرب في مارس الماضي. الخسائر كبيرة لا أستطيع أن أحددها أنا، لكنها من خلال التقييم ومن خلال التقارير المرفوعة ومن خلال المواقف التي ترفع اليوميات عن المعركة، هناك خسائر كبيرة. ومع الأسف الحقيقة نحن لا نجد راحة في القتل، ولا نحبذ هذا ونكره هذا، لكن ماذا نصنع؟ إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وإلا لا نريد القتل لا منا ولا منهم، لكنهم هم من ركب هذا المركب، وهم من أراد أن يفرض فكرته بقوة السلاح، وهم من أراد أن يعطل دولة بقوة السلاح، وهم من دمر اليمن بقوة السلاح. بل الأخطر من هذا هم من يريد أن يحول هوية وطن وبلد وتاريخ وأن يمسخها وأن يسلخها ويسلخ الشعب عن هويته وعن تاريخه. فهنا كان لابد أن تحصل هذه الأشياء ولا بد من المقاومة. وأنا دعوت في عدة مقابلات كل أبناء اليمن أن ينتبهوا على أبنائهم الذين يزج بهم الحوثي، ودعوت أبناء المحافظات الذين يتواجد الحوثي فيها أن يقفوا بمسؤولية تجاه أبنائهم، وأن لا يزج بهم الحوثي في المعارك ليقتلوا في كل المعارك، يعني يحصل فيهم قتل الحقيقة بالعشرات، وهذا ما نكرهه كما قلت لك سلفا. شيخ سلطان، قبل اندلاع المواجهات في مارس الماضي كانت المقاومة الشعبية في مأرب قد أعدت العدة وكانت مستعدة لردع الحوثي وإخراجه من محافظة مأرب بطبيعة الحال. اليوم أصبح الحرب سجال بين المقاومة وقوات الحوثي والمخلوع.
لماذا لا تكسب المقاومة المعركة على الأرض اليوم؟ المقاومة فعلا أعدت نفسها في وقت مبكر، لكن لا تنسى أن الحوثي يعد بإعداد جيش ودولة. نعم، ولا يمثل دولة، لكن مقدرات دولة. استلم مخازن الدولة بأكملها، مخازن القوات المسلحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، سيطر على المعسكرات، سيطر على المخازن، سيطر على كل شيء. فهو يتحرك من مخزون بشري ومخزون مادي أيضا. هذا الشيء الذي يجب أن يكون في البال. لكن مقابل هذا، أنت عندما تحسب الأشهر الموجودة والمعركة الدائرة بالساعة التي لم تتوقف، أعتقد لم تتوقف يعني في عموم الجبهات لم يحصل توقف ولا ساعة واحدة ما بين جبهة وأخرى على الأقل. يعني لم يحصل هذا. فصمود المقاومة الشعبية في مأرب وصدها لهذه القوى بكاملها وبتكاتفها وبتعاونها وما تمتلكه من مقدرات هو في حد ذاته صمود أسطوري. ما كان مع امتداد جبهة لا تقل عن 150 كيلو. هذا أيضا يجب أن يكون في البال. أي نعم، مع عدد يعني مع الأشهر الماضية التي دارت المعركة خلالها منذ أشهر طويلة، وأن تدرك هذا جيدا والكل يعلم. وأيضا بعد معارك دارت قبل هذا في مأرب والجوف سابقا استمرت لأشهر أيضا. فالصمود الحقيقة صمود جيد وصمود ممتاز، بل ممتاز جدا. السجال الموجود هو لأسباب في المعركة، لكن بحول الله تعالى لا يرجى إلى أن يصل إلى أن تختل هذه الجبهة. هذا ما أؤكد لكم وأطمئنكم بإذن الله تعالى، وأطمئن الشعب اليمني بأكمله أن الشرعية في مأرب والمقاومة في مأرب ستظل قائمة بإذن الله تعالى، وأنها إلى الأقوى، وأنها تكسب المعركة يوما في يوم. هناك شيخ سلطان حديث عن مبادرات ووساطات تجري الحديث من حين لآخر عنها. قبل شهرين تحديدا هناك وساطة نزلت إلى محافظة مأرب. بين الفينة والأخرى يجري الحديث أيضا عن وساطات. ما صحة هذه الادعاءات؟ طلبوا منا بعض المشايخ الذين لهم علاقات مع الحوثي أنهم يريدوا إيقاف المعركة في مأرب شريطة الانسحاب، أن ينسحبوا. انسحاب من؟ انسحاب الحوثيين طبعا. نعم. أن ينسحبوا من المناطق التي لا زالوا متواجدين فيها، اللي هي منطقة الجدعان وحريب القراميش وصروح، يعني نعم. من حدود محافظة مأرب الإدارية. نعم، فوافقنا على هذا الأساس، وقلنا لهم أهلا وسهلا، إذا كان الحوثي مستعد لهذا فلا مانع لدينا. وكانت هذه الوساطة من طرف ثالث أم من الحوثيين أنفسهم؟ يعني مختلطين، يعني ناس لهم ولاء مع الحوثي وناس وسط، إنما الغالبية لهم ولاء مع الحوثي. أي نعم. تحدثوا معنا في هذا الاتجاه، طرحوا موضوع قضية المشتقات النفطية وتأمينها وما إلى ذلك. أجبت لهم يعني بإجابة بصريح العبارة، قلت لهم المشتقات النفطية لها ما يقارب 30 عام مستمرة وستستمر، وهي مستمرة أثناء الحرب ولن تقف لأنها تصدر أو تذهب للشعب اليمني. نعم. هذا هو موقفنا. هناك حديث كثير عن موضوع المشتقات النفطية. هل توقفت في هذه الفترة؟ إطلاقا. ولو اضطراريا؟ إطلاقا. أحيانا تتوقف بعض نتيجة الحرب على الطريق. نعم. نتيجة وجود تبادل إطلاق النار على الطريق. لكن الضخ مستمر. الغاز المنزلي مستمر. الكهرباء الآن متوقف نتيجة الضرب من الحوثي، وأنا أحمل الحوثي المسؤولية في هذا الجانب، وأعي مسؤوليتي. نعم. في هذا الاتجاه. نعم، الحوثي يتحمل كامل المسؤولية في قطع الكهرباء عن الشعب اليمني. قبل أيام جرى الحديث عن هدنة لمدة 3 أيام لإصلاح أبراج الكهرباء، وتختل من جانب الحوثي. كيف؟ إما بالضرب، وإما بعض عناصر تابعة له تعترض إصلاح، يعني الفرق التي تقوم بإصلاح الكهرباء. من يقومون بالوساطة حتى يتم إصلاح أبراج الكهرباء؟ هل وزارة الكهرباء أم وسطاء؟ لا، وسطاء، يعني مصلحين حريصين على إيصال هذه الخدمة للشعب اليمني. نعم. يعني مبادرات شخصية، يعني من جهات، يعني تجد على نفس، يعني تجد أن عليها مسؤولية في هذا الاتجاه، لكنها لا ترى النور هذه المبادرات من الجانب الآخر. نعم. نعم. لكن أنتم مستعدون لأن أخي، نحن ننطلق من مسؤولية
وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية أخلاقية، أننا لابد أن نفي بإلزاماتنا تجاه الشعب اليمني بغض النظر عما يحصل كله. لو كان الحوثي الذي يملك هذه المواد من غاز منزلي، من نفط، من محروقات، من كهرباء، لقطعها بل دمرها تدمير كامل كما دمر المؤسسات في البلد. نحن ننطلق من هذه المسؤولية ونجدها مسؤولية ولم نسلمها ولم نعطيها ولم نصرفها، يعني ولم نصدرها لمصلحة الشعب خوفا من الحوثي على الإطلاق. ها هو السلاح يقرح بيننا وبينه، لكن حرصا على المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب اليمني. مسألة تاريخ، هي أيام وستنجلي وسيعرف كل إنسان بموقفه. نحن نقول لا يمكن أن نوقف شيء من شأنه أن يسد رمق مواطن يمني على الإطلاق، ولو ذهبت دماءنا، ولو ذهب كل غالي ورخيص علينا. هذه مسؤوليتنا. لكن أن يقف الحوثي يعني بميليشياته واطلاق النار حقه بتخريب الكهرباء وتخريب والدفع، بل أنا أقول لك أنه يدفع بعناصر تابعة له وتابعة علي عبد الله صالح وأبنائه سابقا، يعطلون الآن ويتقطعون في الطرقات ويخربون المنشآت ويخربون المصالح العامة. وأنا أقولها بمسؤولية، وإذا أرادوا أن نتكلم بأرقام وأسماء فأنا على تم الاستعداد أن أربطها ربطا واقعيا بما يحصل. شيخ سلطان، بالعودة إلى الجبهة الداخلية، ولدينا توثيق بالصوت والصورة، ونعلم عن العناصر هذه ونعلم مكانها ونعلم من يدفع بها لتشويه الصورة، لكن الحق أبلج. نعم. شيخ سلطان، هناك من يعيب على المقاومة الشعبية في محافظة مأرب أنه لا يوجد لها ناطق رسمي مثلا، ما المشكلة في ذلك؟ والله الإعلام عموما في مأرب لا لم يعطيها حقها، وتجد أن جبهة مأرب بطولها وعرضها وشراسة معركتها والتركيز الكبير عليها، لكن الإعلام أقل من هذه المعركة من أن يغطي هذه المعركة، مع احترامي للإعلاميين كثيرا. نعم، لأن مساحة المعركة واسعة، التشتت الموجود يعني في الجبهات أيضا لم يمكن الإعلاميين من المسألة مش في شارعين، مسألة ممتدة، معركة على مسافة 150 كيلو، نعم، في جبال، في أودية، في شعاب، في نعم، فهذا يعني يعيق وصول الإعلاميين إلى هذا الناطق الرسمي. الحقيقة لم يكن هناك ناطق رسمي معين، بينما بعض الأشخاص من قيادات المقاومة يتحدثون من حين لآخر، وهذه ملاحظة في مكانها. بالعودة إلى الجبهة الداخلية والحديث عن الجبهة الداخلية، كيف تقيم أداء الجهاز المدني والإداري بالمحافظة خلال هذه الأحداث؟ الحقيقة أن الجهاز الإداري والجهاز الأمني قام بواجبه خلال هذه المرحلة الصعبة، وأنا أقدم الشكر والتقدير لهم. فهم يعني استمروا في أعمالهم، استمروا في أدائهم. يعني معظم المؤسسات الحمد لله الآن شغالة، الكهرباء، النفط، المكاتب الأخرى المختصة، كلهم فيما يخصه. يعني الحمد لله ماشية الأمور على أحسن حال. هناك بعض المعوقات لا شك مع الحرب، وهو أمر طبيعي، لكنها لا تعيق العمل عموما. شيخ سلطان، رسالتك لأبناء مأرب؟ رسالتي لأبناء مأرب أن يحمدوا الله على هذا التوحد الذي جاء، وميزة الحوثيين في معركته على مأرب أنه وحد أبناء مأرب. يعني فالمتقاتلين والمتخاصمين يقاتلون في خندق واحد، وربما لو أردت أن تصورهم لصورتهم بالكاميرا حقك، أن تجد المتخاصمين والمتقاتلين في خندق واحد وفي مكان واحد، وهذه نعمة من نعم الله على أبناء مأرب. أدعو أبناء مأرب إلى الاصطفاف كما عاهدناهم، وأن يقفوا بمسؤولية تجاه محافظتهم التي لا زالت تحافظ على الشرعية ولا زالت صامدة ولله الحمد، وأن يواصلوا صمودهم هذا حتى تعود هذه الميليشيات مندحرة من حيث جاءت. رسالتك للشعب اليمني؟ رسالتي للشعب اليمني أن يحافظ على هويته، وأن يدرك أن المعركة ليست معركة رئيس يذهب أو رئيس يأتي، بقدر ما هي معركة هوية. هناك من يسعى لصلخ اليمن عن هويته وعن تاريخه،
وعن حضارته التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ. وعلى أبناء الشعب اليمني أن يقفوا وقفة رجل واحد لمقاومة هذه الأفكار الضالة من أي جهة كانت. هذه أفكار ضالة تحمل السلاح، حطمت الدولة، هدمت المؤسسات. يعني إذا كانت دولتنا في الأصل هشة، فقد جاء الحوثي ليحطم ما تبقى منها، ولقد حطم الدولة يعني بما تعني الكلمة، حطمها تحطيما كاملا ودمرها تدميرا كاملا وجنى على الشعب اليمني. وهذه مسؤولية أبناء الشعب اليمني أن يقفوا عند مسؤوليتهم، وأن يقاوموا، وأن يقف كل منهم بما يستطيع عليه. الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. في أمان الله.